هي قسنطينة، سيرتا، مدينة الجسور ومدينة الصخر العتيق، تعددت مسمياتها وسحرها واحد. مدينة حاكت تاريخها حضارات تعاقبت منذ 2500 سنة، فنسجت معالم أسرت ألباب زوارها. على صخر كلسي شيدت وبجسور شامخة تناطح الزمن شدت ضفافها. لا هذه الصور ولا العبارات قادرة على إيفاء هذا الطابع العمراني الخاص وهذه المعالم حقها. معالم وتاريخ وحضارة أعطتها الأحقية لافتكاك لقب عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، حيث ستحتضن فعاليات وتظاهرات ثقافية كبيرة. هذه الجسور التاريخية المتناثرة في أرجاء المدينة تعد مبعث فخر واعتزاز لأهلها بما تحمله من عبق التاريخ. وفي مقدمتها هذا الجسر الذي تعددت أسماؤه هو الآخر، جسر سيدي مسيد أو قنطرة الحبال أو قنطرة سبيطار كما يفضل البعض تسميته. صرح يداعب السماء شيده الاستعمار الفرنسي عام 1912 بطول 168 متر وارتفاع 175 متر ليكون أعلى جسور المدينة. أما جسر سيدي راشد فلا يقل شأنا عنه لدى سكان المدينة، سيما وأن اسمه يرمز إلى أحد الأولياء الصالحين من أبناء قسنطينة الموجود ضريحه أسفل هذا الجسر الحجري الذي يعد الأطول من نوعه في العالم، إذ يقدر طوله ب 447 متر، يحمله 27 قوسا قطر أكبرها 70 متر، أما علوه فيصل إلى 105 أمتار. أقدم الجسور في قسنطينة هو جسر باب القنطرة الذي بناه الأتراك عام 1792 ليهدمه الفرنسيون عام 1863 ويعيدون بناء آخر على أنقاضه. أما بقية الجسور فهي صغيرة شيدت أيضا في العهد الاستعماري على غرار جسر ملاح سليمان أو جسر المصعد، وهو ممر حديدي مخصص للمشاة فقط، بني ما بين سنتي 1917 و 1925 يربط شارع السكة الحديدية ووسط المدينة. ما يزيد بهاء مناظر تلك الجسور هو وادي الرمال الذي يجري أسفلها بمياهه الوفيرة على مدار السنة، رغم أنها غير نقية، في انتظار استكمال المشاريع المسطرة لتنقيته وتحويله إلى أحواض أسماك. ومن هذا الوادي أخذ الجسر العملاق الاسم ليكون وصلة الاستمرارية في مسيرة البناء والتشييد، وهو المشروع الذي من شأنه وضع البصمة العربية على هذه الأرض إلى الأبد. كثيرة هي المعالم التاريخية والحضارية التي تزخر بها قسنطينة، وهي الآثار التي تنام عليها عاصمة الشرق الجزائري والتي تتميز عن باقي مدن العالم، ومنها قصر الباي الذي تعود فكرة إنشائه إلى آخر بايات المدينة الحاج أحمد باي بن محمد الشريف. شرع في بناء هذا القصر سنة 1825 ليستكمل عقب 10 سنوات، يتربع على مساحة 5609 متر مربع، ويعد شاهدا على رقاء فن العمارة العثماني. يضم هذا الصرح غرفا وحدائق وفناءات رحبة. ومن المعالم الراسخة أيضا في المدينة والشاهدة على حضارات خلت هذه الأقواس الرومانية القابعة منذ قرون بالطريق المؤدي إلى شعاب الرصاص.
من مسميات قسنطينة أيضا مدينة الهوى والهواء، وهو اسم أطلقه عليها الشعراء نظرا للطافة جوها ورقة طباع أهلها وانتشار البساتين والأشجار في أرجائها، وكذا الحدائق العمومية التي من شأنها تلطف الجو داخلها. وقد طغت على قسنطينة صبغتها الثقافية والدينية منذ القدم، وتكرس هذا المظهر بعد استقرار الإسلام بها، فشهدت عملية بناء المساجد سيرورة دائمة، ومن أكبرها على الإطلاق مسجد الأمير عبد القادر الذي يتسع ل15,000 مصل. شيد هذا الصرح الإسلامي قبل زهاء 5 عقود، ويعد من أكبر المساجد في شمال أفريقيا، يتميز بعلو مئذنتيه اللتين يبلغ ارتفاع كل واحدة منها 107 أمتار، أما ارتفاع قبته فيصل إلى 64 متر. صرح يبهرك منظره بهندسته المعمارية الرائعة، إذ تعتبر إحدى التحف التي تفننت فيها يد الإنسان في العصر الحاضر، فأبدعت بنمط مشرقي وأندلسي. هو إذن سيل من فيض عن جمال وسحر مدينة العلم والعلماء التي يقصدها السياح من كل صوب وحد، إذ لا يسع وصفها قراطيس ولا كتب.